سلام يا سيد. سلام ونعمة وبركة. كل سنة ونيافتك طيب يا سيد. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد علينا الأيام بخير وبركة ونمو روح. آخر حاجة سيدنا، اليوم النهاردة المميز سبت النور، وزي ما بيتقال عليه هو سبت النور، بنكون كلنا مستنيين الحدث المميز وهو خروج النور من قبر الرب يسوع. بس يا سيدنا احنا كشباب برضو بيكون عندنا ضعفات كتير وإيمان وتفكير، رغم إن كل سنة بيتجدد خروج النور من القبر، برضو نفس التفكير اللي ممكن يكون بيشغل أي حد فينا، إن هنعمل إيه لو النور ما خرجش من القبر؟ إيه إيماننا؟ إيه إحساسنا في الوقت ده؟ لا، مش هيحصل إن النور ما يخرجش. في الأول عايز أحكي لك كيف يخرج النور المقدس كما سمعت من أحد مطارنة كنيسة الروم الأرثوذكس. كان زميلنا في مجلس الكنائس العالمي، أنا قعدت في مجلس الكنائس العالمي 18 سنة. فكان في واحد من الآباء المطارنة حبيبنا قوي يعني، فأنا في مرة بقول له إيه قصة النور يعني؟ قال لي المنديل اللي كان ملفوف بيه رأس الرب يسوع لغاية النهاردة موجود في خزنة داخل القبر المقدس، ومفتاح الخزنة دي مع بطريرك الروم الأرثوذكس. فاللي بيحصل كل سنة إنه بطريرك الروم الأرثوذكس بيروح، مرة يروح 1 الظهر، مرة يروح 12:30، مرة يروح 1:30، منين ما يروح. وده سؤال برضو، هو في ميعاد ثابت؟ لا، هو منين ما يروح. وهو داخل بيفتشوه تفتيش ذاتي الإسرائيليين، تفتيش ذاتي، لألا يكون معاه يعني كبريت، شمعة، حاجة زي كده. بيفتشوه تفتيش ذاتي، وممكن يأخروه في التفتيش. وبعدين بيدخل وهم مفتاح القبر من بره بيفتحوه له ويدخل، هو معاه مفتاح الخزنة، وبيفتح الخزنة ويطلع المنديل المقدس ويصلي صلوات سرية عندهم ثابتة يعني وبعدين يمسح القبر المقدس فينفجر النور. والنور ده ليه خصائص انه ما بيحرقش، وكل الناس اللي بيروحوا القدس كل سنة ما بيحرقش، يعني مش نار، ده نور. وبيطلع بيه بقى، يعني هم يدوله الحاجة هو داخل، مش بيبقى معاه. الإسرائيليون بيدوله الحاجة هو داخل، اللي هو الحاجات الشمع دي بياخدها منهم، ويدخل يفتح يطلع المنديل ويصلي. وكل سنة بتحدث وستتم كل سنة. ودي معجزة كل سنة. انت بقى لما تسمع يعني المطران ده بس بكل خير، يعني بيعرف عربي كويس، فهو بيحكي لنا بكل مشاعره، يعني بيحكي لنا بكل مشاعره بكل التفاصيل. ويطلع بقى أبونا البطرك بحزمتين شمع كبار قوي، وبعدين بيبقوا الناس مجهزين، وكله بقى ياخد من كله، والمدة معرفش نص ساعة ما بيحرقش. يعني دي معجزة جميلة، هو سبت النور، معجزة جميلة 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 يعني. وإحنا خلاص يا سيدنا في الختام وفي النهاية، عايزين نعرف من نيافتك، دايما إحنا كشباب مع قرب خلاص قداس العيد ونهاية اللي فات، يا دوبك بنطلع من الباب بتاع الكنيسة بننسى كل اللي فات، وننسى كل اللي اتعلمناه في الصوم واللي اتعلمناه في اسبوع الآلام، وبنحس ان احنا ما اتعلمناش حاجة، وبندخل نرجع زي ما كنا بنفس الخطايا بنفس العادات بكل حاجة. عايزين من يافتك روشتة روحية للخمسين المقدسة.
شوف إيه، أولا إحنا اتفقنا إن إحنا في اللقاء مع الرب كل يوم هنكتب كده باراجراف صغير، ويبقى في نهاية أسبوع الآلام كل واحد فينا كاتب كده كم باراجراف كده، لأن الباراجرافات دي هتكون فيها عهود توبة كثيرة، وهتكون اتكتبت في لحظات مقدسة. فأنا بس بأكد على دي. بعدين النقطة التانية إنه نجاهد، خلي بالك من الإكسبريشن اللي هقوله، في ديمومة النظر إلى الصليب. يعني معلمنا القديس بولس الرسول بيقول إيه؟ لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا، بيقول لأهل كورنثوس. الله، طب أنت مش هتعرف الخناقة اللي بين المجموعة دي والمجموعة دي؟ مش تعرف المشكلة اللي بين الفرقة دي والفرقة دي؟ أنت مش هتعرف إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا؟ عايز يقول إنه إني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا، ومن خلال يسوع المسيح وإياه مصلوبا هعرف أي حاجة تاني. دي ديمومة النظر إلى الصليب. زي مثلا ما معلمنا القديس بولس قال لأهل غلاطيا: أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. ديمومة النظر إلى الصليب. نجاهد في دي شوية، لأن كل ما نجاهد في دي كل ما نفتكر الأيام المقدسة والعهود المقدسة اللي خدناها في أسبوع الآلام. نمرة 3 في الروشتة، يعني نمرة 3: نجاهد في الانتظام على الإيجابيات مهما كانت السلبيات. ده أنا بسميه القانون الذهبي للحياة الروحية. إنه هنتحارب بخطايا تاني، وهنتحارب بمشاكل، وهنتحارب بمشغوليات. احنا عايشين في العالم، ولكن خلاص العهود اللي خدناها، وهي الالتزام والانتظام على الصلاة والكتاب المقدس والقداسات، نجاهد في الانتظام عليها. يبقى نمرة 1 دايما نرجع للي كتبناه في أسبوع الآلام. نمرة 2 ديمومة النظر إلى الصليب، نجاهد في ديمومة النظر إلى الصليب. نمرة 3 نجاهد في القانون الذهبي للحياة الروحية، أن الإيجابيات تستمر مهما كانت السلبيات، بمعنى نكلم ربنا، نسمع ربنا، وناكل جسد ربنا مهما كانت خطايانا ومشاكلنا ومشاغلنا. مش عارفين نقول لك ايه يا سيدنا. شكرا جدا على كل اللي فات، شكرا جدا على الرحله الحلوه، رحله الصلب دي اللي اتعلمنا فيها من يافتك كل حاجه جميله. كل سنه ونيافتك طيب. أنا اللي عايز أشكركم شكرا جزيلا، وفريق القبطان متميز في برشيتنا، متميز بجد يعني. وأشكركم شكرا جزيلا إن أنتوا تفكروا في إخراج هذه الرحلة بهذه الصورة الجميلة، ونصلي إن ربنا يستخدم كل كلمة للتأثير بعمق في قلب كل من يسمع هذه الكلمات. وطبعا أشكرك على إعدادك وطريقة حوارك، يعني لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن والأبد. هللويا
تل